انت لو اخر واحد في الدنيا انا افضل الموت ولا اني ابص في وش واحد زيك. استقوت عليا عشان عارف ان ماليش حد في الدنيا، ودي قمة الندالة. يعني هتكون راحت فين؟ الارض اتشقت وبلعتها؟ اهدى يا حسام، اهدى عشان نعرف نفكر. تلاقيها راحت عند حد من قرايبها ولا معارفها، واكيد دلوقتي هتظهر. ملهاش حد، ملهاش حد يا عبد التواب. طول عمرها عايشه يتيمه. بنت حسام الهواري طول عمرها عايشه يتيمه، وتفكر ان ملهاش ظهر ولا سند في الدنيا. انا في حاجه شاكك فيها حسام بيه، كنت عايز اقولها لك قبل كده بس ما رضيتش منعا للمشاكل. وانت مستني ايه؟ ما تتكلم يا عاطف. رفيق بيه كان حاطط عينه على نورهان قوي، وكان مصمم انه يتجوزها ذو ولا عافيه، وكان قايل لي قبل كده ان راقبها واعرف عنوانها واوصل له اخبارها، بس انا رفضت. وانت ازاي تخبي عليا حاجه زي دي؟ انا خفت اقول لحضرتك تعمل مشكله معاه والشغل اللي بينكم يقف بسببها، لكن اول ما شكيت ان هو ورا اختفائها قلت لحضرتك على طول. رفيق، رفيق، انا عايزك انت والرجاله عينيكم في وسط راسكم. البنت دي عندي في كفه والدنيا كلها عندي في كفه تانية. اشمعنى البنت دي عرفت ايه؟ البنت دي رفضتني وانا ما بترفضش، وبيني وبينك انا حبيتها. ما تقلقش يا رفيق بيه، البنت في عينينا. واللي اتفقت معاك عليه هيبقى الضعف. يلا سلام. بس ما تتعصبش يا حسام عشان نوصل لنتيجه معاه. ما لقيناهوش برضه احسن بيه. يعني لا في الشركه ولا في البيت، هيكون راح فين؟ ما انا مش عايز اتصل بيه عشان ما يهربش مني. حسام الهواري، يا مرحب. ازيك يا رفيق؟ اخبارك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله يا حسام بيه، انا بخير. طيب انت فين؟ انا كنت عايزك ضروري. ليه، هو في حاجه؟ لا ابدا، انا بس لما طردتك من الشركه حسيت اني كنت قليل الذوق معاك، وكنت عايز اعتذر لك. هو انا حاليا في شرم الشيخ، بغير جو يومين كده، لما ارجع هبقى اعدي عليك. وما تقلقش، اعتذارك مقبول والمسامح كريم يا حسام بيه. ماشي يا رفيق، وانا في انتظارك. بقول لك ايه يا شريف، انا كنت بتكلم دلوقتي رقم موبايل هبعتهولك. معلش شوف لي اللوكيشن بتاعه والعنوان بالظبط وابعتهم لي بسرعه يا شريف، الموضوع ده يخصني انا شخصيا. انت لو اخر واحد في الدنيا انا افضل الموت ولا اني ابص في وش واحد زيك، ولا اني ابص في وش واحد زيك. يا جماعه حسام متهور وانا خايف يودي نفسه في داهيه. انا بقول احسن ان احنا نبلغ الشرطه. احنا لحد دلوقتي ما نعرفش الاستاذه نوران، قصدي جميله، مع رفيق ولا لا. هنبلغ الشرطه ازاي بس؟ يا حسام احنا بقالنا ساعه ماشيين في المزرعه المهجوره دي، انت متاكد من العنوان؟ ايوه هو ده اللوكيشن، هو انا المزرعه دي عارفها.
كنت جيت قبل كده مع رشدي ابو رفيق. انا مش راضي على اللي انت بتعمله ده يا حسام. احنا كان لازم نبلغ الشرطه. هقول لهم ايه يا عبد التواب؟ هقول لهم بنتي اتخطفت؟ هيقولوا لي ايه الدليل؟ هقول لهم السكرتيره بتاعتي؟ هيقولوا لي اركن انت وسيبنا نعمل تحرياتنا. هما ما يعرفوش انها بنتي، انا اللي اعرف يا عبد التواب، انا اللي اعرف. انت احقر انسان انا قابلته في حياتي. حسام! حسام بيه!
استر يا رب. يا محمد، يا محمد. اتصل على البلد يا رضوان. لا اوعى، الصعيد كله هيتقلب وهتلاقي البلد كلها هنا. اصبر لحد ما نطمن على حسام بيه وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. ايه يا عبد التواب بيه؟ يا جماعه ما تقلقوش، الدكتور طمني، الرصاصه جايه في الكتف ما تخوفش، وان شاء الله كلها نص ساعه وحسام هيفوق من البنج. طب وجميل يا عبد التواب بيه؟ جميله هتخلص المحاليل وهتيجي على رجلها، ما فيهاش اي حاجه. انا اسفه، انا اسفه يا حسام بيه، حياتك اتعرضت للموت بسببي. انا عمري ما هسامح نفسي، يا ريتني مت قبل ما نقطة الدم وقاعدة تنزل منك. تعالي تعالي اقعدي جنبي. ودماغك دي بتوجعني، والنبي تمسحيها. انا لو بكيت عمري كله مش هيخفف عني اللحظة اللي شفتك فيها وانت بتتضرب بالنار بسببي. انا مش اللي وجعني الجرح، انا اللي وجعني اللي انت فيه وتعرضتي له. وانت ذنبك ايه يا حسام بيه؟ ايه يحصل لك كل ده بسببي؟ تسمعيني الاول واعرفي ذنبي واحكمي عليا، لان الحكم مش هينفع يكون غير منك انت. زمان في واحد ابوه جوزه غصب عنه، جوزه واحدة ما بيحبهاش، وعشان ما بيحبهاش قلبه كان فيه فراغ كبير. وبعد ما مات أبوه قابل واحدة وحبها بجنون واتجوزها. الست دي كانت أشرف وأطهر إنسان على وجه الأرض، كانت مثال للعفة. بس الراجل اللي بحكي لك عنه ده اتغدر بيه من مراته الأولانية عشان كانت مفهمة إنه ما بيخلفش. فلما مراته اللي بيحبها حملت شك فيها، ولأنه صعيدي والعصبية طاغية عليه ما اداش لنفسه فرصة للتفكير، وحاول يتخلص منها هي اللي في بطنها. بس ربنا نجاه من غير ما هو يعرف، وعاش طول عمره حزين بعد ما اكتشف انها بريئة. الراجل ده اسمه حسام، والست الشريفة العفيفة الطاهرة اسمها إسراء، والبنت اللي دفعت تمن غلطة هي مرتكبتهاش ولا ليها أي ذنب فيها اسمها جميلة. أيوة يا بنتي، انت جميلة، جميلة حسام الهواري، بنت الأكابر، بنت الحسب والنسب، اللي من يوم ما اتولدت على ظهر الدنيا وهي بتدفع تمن غلطة ما ارتكبتهاش. لا والنبي، لا والنبي يا حسن بيه، لا، انا بحبك، ما تقولش كده.
بلاش تقول ان انت بابا. سيبني شايفاك بصورتك الجميلة اللي انا شايفاها قدامي. انا بابا رسمتلي صورة انسان حقير. مش معقول تكون انت الصورة دي. لا لا. حسام الهواري اللي انت تعرفيه يا جميلة، الإنسان الطيب اللي بيحب الخير للناس كلها، هو أبوكي، فبلاش تظلميه. حبيه بنفس الصورة اللي شفت بيها حسام الهواري، لأن أبوك الدنيا غدرت بيه وظلمته بما فيه الكفاية، فبلاش انت تظلميه. دلوقتي بقى من حق أضمك في صدري يا جميلة، بس مش قادر، علشان عارف قدر الظلم اللي أنا ظلمتهولك، وعارف كمية الجفا اللي في صدرك لأبوك، وأنا هتقبل منك أي حكم تحكمي عليا، بس في مفاجأة أنا محضرها لك، شوفيها الأول وخليها تحكي لك قدر المعاناة اللي أنا عانيتها في بعدك، يمكن تخفف حكمك عليا. معلش يا محمد، اندهلي الحاجة من جوه. ما تخش يا ست إسراء، دي فيلتك. لا أنا مش عايزة أدخل جوه. معقولة يا إسراء أنت مش عايزة تدخلي الفيلا؟ هو في إيه يا ست الحاجة؟ ما أنت عارفة رأيي في الموضوع ده. طب تعالي ادخلي جوه عشان نعرف نتكلم. هو في إيه يا ست الحاجة؟ فهميني بس. ده أنا لما قالوا لي كلمي الحاجة صفية في مسألة حياة أو موت نزلت أجري في الشارع. وربنا يا ست الحاجة قلبي وقع في رجليا، خفت لا يكون جرالك حاجة. أنا زيك يا إسراء، والله يا بنتي ما أعرف حاجة، بس حسام والدي اتصل بيا وقال لي هاتي أم جميلة عندك في البيت بأي طريقة، وإياك تقول لك لا. هو حسام عايز مني إيه يا ست الحاجة؟ كتير قال لي أجي الفيلا دي وأنا رفضت، ودلوقتي عايز يجيبني غصب عني. سيبوني أعيش في المكان اللي مرتاحة فيه وما تقودوش النار في قلبي أكتر ما هي والعة. يا ترى يا جميلة لما تعرف إن أمك عايشة هتسامحيني؟ ده الأمل الوحيد اللي أنا متمسك بيه، وبدعي من ربنا يحنن قلبك عليا. والله يا بنتي كان غصب عني، والله كان غصب عني. اسمعيني يا بنتي، حسام من يوم ما رجعتي عمره ما غصبك على حاجة، وإن كان عاوز يغصبك يقدر وإنتي عارفة، لكن حسام ولدي مش كده.
خليك هنا يا عبد التواب، هشوف أمي عملت اللي قلت لها عليه ولا لا، وانت بقى هات جميلة وتعالى ورايا. انا هقول لك كلمتين يا ست الحاجه تقوليهم لحسام، لو ضميره مأنبه قوي ان انا عايشه لوحدي قولي له انا مسامحاه في حقي، ولو مت يشهد ربنا اني مسامحاه في حقي، لكن حق بنتي السماح فيه مش بايديا. حسام ابني، ولدي فيك ايه يا ولدي؟ ما تخافيش يما، ولدك عمره ما كان واقف زي الجبل زي دلوقتي. الف سلام عليك يا حسام، الف سلام. خايف عليا يا إسراء؟ وازاي ما خافش على بنتي يا حسام؟ ده الحاجه الوحيده اللي مش مخوفاني من الموت وهتخليني اموت وانا مرتاحه هي وجودك يا حسام، علشان حاسه ان بنتي هترجع، وعايزه لو مت بنتي ترجع تلاقي ابوها موجود. وإحساسك في محله يا إسراء، وعشان صادق عمره ما كذب عليك. النهارده بالذات اتاكدت ان احساسي كداب ومش صادق. ليه بتقولك دي يا بنتي؟ لان النهارده اول ما صحيت من النوم صاحيه مبسوطه وفرحانه، وحاسه ان هشوف حاجه تفرحني. وبعد ما شفت حسام اتأكدت ان احساسي كداب، لان اللي حصل لحسام ده من غير ما اعرف ايه سببه عمره ما هيفرحني. بتحبيني يا إسراء؟ عمري ما كرهتك يا حسام،